السلام عليكم بنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بكم في احسن الاحوال وتكونوا بصحه وعافيه. وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم كيف ما كتشوفوا معايا. اليوم غادي نشارك معكم الطريقه ديالي في تحضير سفوف اولا سلو على حسب التسميه ديالو في المغرب الحبيب. هاد الشهيوه المغربيه الاصيله والعريقه جدا، واللي ضروري تكون عندنا حاضره في المائده الرمضانيه، يعني وصفه مغذيه جدا بالمكونات ديالها واكيد لذيذه. غادي نشاركها معكم الطريقه ديالي. هاد الطريقه صراحه عندي معتمده وما كنبدلهاش، غادي تلاحظوا الاختلاف في المكونات، ولكن الطريقه هي الاختلاف اللي غادي تلاحظوه هو النوعيه ديال الدقيق. هاد المره هذه غادي نشاركوا معكم الطريقه ديال الدقيق العادي على حسب الطلبات اللي جاوني بغاو يعني صفوف يكون اقتصادي في المتناول. انا شخصيا كنفضلوا الدقيق ديال الشعير، صراحه كيجي طوب في الصفوف، كيجي مزيون والنكهه ديالو كتجي مميزه واكيد كتكون صحيه اكثر. ولكن باش نرضيو جميع الاذواق غادي نعملو بالدقيق العادي، حيت الدقيق ديال الشعير هنايا صراحه ماشي متوفر. واذا غادي تحضروه في الدار يعني تقتنيوه وانتم تغسلوه وتنشفوه وتحمروه كياخذ شويه ديال الوقت، وحتى الثمن ديالو شويه زايد. فغنبقاو في الاطار الاقتصادي، ولكن ضروري تكون النكهه البلديه حاضره. واللمسه ديالي غادي تشوفوها ان شاء الله، بعض المكونات غيعطيوها واحد المذاق رائع جدا. بالنسبه للقياسات عملت لكم هنايا الزلافه باش ما تلفوش ويكونوا واضحين. عندي زلافه ديال السكر البني اللي بطبيعه الحال ممكن تعوضوها بالسكر العادي. واحد نصيحه، اذا كنتوا غادي تعملوا السكر كلاصي من الاحسن تطحنوه في الدار اولا تقتنيوا السكر العادي، يعني كلاصي عادي اللي ماشي سبيسيال، حيت هذا كيكون زايدين فيه النشا، فطبيعه الحال النشا كيأثرنا على المذاق ديال الصفوف. عملت زلافه ديال السكر البني، وعملت تقريبا واحد 4 المعالق ديال النافع محمر واحد شويه. حبه حلاوه دائما كنقص على النافع، يعني الكميه ديالها كتكون ناقصه. عملت 2 ديال الملاعق. وبالنسبه للقرفه عملت 4 ديال الملاعق كبارين ديال القرفه. انا كانت عندي عواد وطحنت على يدي باش تكون النكهه ديالها مزيونه. طحنت هاد المكونات كامله مع بعضيتها وغربلتها على الدقيق. طريقه سهله وسريعه واكسبريس، وكتحضروا الصفوف بدون تماره وما كتعياوش فيه الصراحه، واخا يكون يدكم بوحديتكم كتحضروه يعني بسهوله. هنا في هذه الصوره كتشوفوا العلك الصحراوي. انا بالنسبه لي المسكه الحره اللي بدينا كنشريوها دابا ما بقاش فيها المذاق بحال شحال هذه، ما عرفتش واش هي مغشوشه او لا ماشي اصليه. ضفت واحد 4 ديال عفوا 4 ديال الحبيبات ديال المسكه الحره، ها هما كتشوفوهم. وضفت بعض الحبيبات ديال العلك الصحراوي اللي كيجي بحال الكريستال، كيجي شفاف واللون ديالو ما بين الاصفر والبرتقالي. هذاك غني جدا، مفيد للهضم، وكذلك كيخلي الجسم انه يستفد من الدهون، ولو يتناول واحد الكميه كثيره من الدهون كيخليه يستفد منها. وما كنحسوش بالتخمه. الصحراويين دائما كياكلوه، كيعملوه مع اتاي، حيت هما كيتناولوا اللحوم ديال الجمال، فهي كتكون قويه شويه، فهما كيشربوه صراحه غني بزاف. انا الزوج ديالي اقتناه واحد صحراوي وعطاه بزاف ديال المعلومات على هذا العلك الصحراوي، ففضلت انني نضيفه في هذه الوصفه. وصراحه حتى المذاق ديالو مزيون والرائحه كيعطيها مزيونه في الصفوف. بالنسبه للنجمه ديال الباديان اللي شفتوها معايا في الصوره، هذيك واحد المتتبعه قالت لي شنو هي نجمه اليانسون. هي الباديانه، هي نجمه انيس استريا دي انيس، هذا الاسم ديالها بالاسبانيه، وبالدارجه الباديانه هكذا كيقولوا. لا انا ما استعملتهاش في الصفوف، غير وريتها لكم باش تشوفوها والمتتبعه ديالي تعرف الشكل ديالها. صافي طحنت المكونات اللي قلت لكم كامله وغربلتها مع الدقيق، يعني غربلت في الاول ودابا كنغربل المرحله الثانيه. وهنايا كتشوفوني كنضيف الزنجلان، انا حمرته غير في المقلاة الهوائيه. ضفت له واحد شويه ديال الزيت ديال السمسم، دائما كيعجبني نوظف زيت السمسم في هاد الشيوات اللي كتكون هكذا مميزه، وكنعملوها مثلا مره في العام. كيبقى صحي الصراحه. عملت له غير شويه هكذا وطحنته حتى هو ترجع لي على شكل زبده. نفس الشيء عاد غادي نعمل اللوز. ضفت له نصف ملعقه ديال الملح باش يجيني بحال براليني، وزيت له شويه ديال الزعفران الحر وحتى هو غادي نطحنو. بالنسبه للزنجلان انا شريته من ماركه مدريد محمص، غير سقسيو عليه تما. ماركه مدريد واحد المحل مشهور ببيع الفواكه الجافه، يكون صراحه الثمن ديالو معقول ومزيان. غير هو زيدوا حمروه واحد شويه كيف ما شفتوني عملت حتى انا، حمرت واحد شويه. اللوز كذلك كان محمر حتى هو، زيت عاود حمرته شويه باش كتكون المكونات سخونه، وهكذا ملي كطحنوها
كتطحنوها دغيا كطلق لكم الزيت ديالها. صافي انتما كتشوفوني عملت كلشي هنايا في القصعه كبيره، وعندي ضروري البيان حتى هو غادي نضيف واحد الكميه منه تقريبا ما بين 400 حتى 500 غرام. بالنسبه للفول السوداني اولا البيان ضروري ما يكونش ديك البلدي، يكون ديك الرومي، وحتى هو حمروه على نار مهيله، سواء عاد حمروه في الفران اولا في المقله ديال الوجده اولا في المقلاه الهوائيه. ضروري النار درجه الحراره تكون منخفضه باش كيتقرمشوا كيجيونا لذاذين. بالنسبه للزبده انا في هذه الكميه هذه كامله احتاجت 4 كيلو. بالنسبه للدقيق عملت 2 كيلو ديال الطحين. غربلتها طبعا كينقص الوزن ديالها تقريبا كتحيد منها واحد زلافه لارب ديال ديك الكويرات. بالنسبه للزبده عملت حيوانيه. الا بغيتوا السفوف يجيكم لذيذ ضروري الزبده تكون نوعيه جيده، يعني ما تقتصدوش في الزبده. ضروري ما تعملوش المارغرين، عملوا زبده تكون لذيذه ديال الماكله. ذوبوها على نار مهيله، وانا ضفت واحد الملعقه صغيره ديال السمن. صدقوني السمن كيرفع من القيمه الغذائيه ديال السفوف، وضروري كيزيد له واحد المذاق مزيون بزاف مختلف. ملي كتاكلوا كتحسوا براسكم كتاكلوا شي حاجه مزيونه ولذيذه. وخليتها حتى دابت مزيان، ومن بعد صفيتها كيف ما شفتوني عملت، وصفيتها خلطتها مع العسل. عندي واحد الكميه ديال العسل خلطتها مع الزبده باش يكونوا سخونين، ومنضيفهم هكذا على السفوف يعاونوني ودغيا يجمعوا لي السفوف. وبالنسبه للعسل اللي غادي نضيف الحلاوه اخرى هذيك ديال ميركادونا حتى هي الثمن ديالها كيبقى معقول. بغيتوا تعملوا كلشي عسل حره كانت متوفره يكون احسن، ما كانش كتعملوا شي عسل حره اللي تكون مزيونه. ولكن ردوا البال بان العسل ملي كتضيفوها للسفوف راه هي كتعمل فيه الكويرات، يعني كيبغي منكم الخدمه. وصافي هادو هما المعلومات اللي نقدر نقول لكم بالنسبه للسفوف. يعني زبده تكون حيوانيه ونوعيه جيده. العسل من الاحسن يكون عسل حره اولا شي عسل مزيانه، اولا كتعملوا السكر كلاصي اللي كطحنوه على يدكم، اولا كتشريو السكر عادي كلاصي عادي ما فيه شي نشا. يعني ضروري تاكدوا على المكان اللي كتشريو منه تقولوا له بغينا سكر عادي كلاصي، يعني ماشي سبيسيال، حيت هذاك فيه واحد نسبه ديال النشا. وصافي انا خلطت يعني الطحين غربلته مع المكونات الاولى يعني الزرارع، من بعد عاودت غربلته مره اخرى هكذاك المكونات كامله انسجمت لي. وبالنسبه لي انا خدمته في الترموميكس. يمكن لكم في هذه المرحله هذه تكملوا غير في القصعه تخدموا وانتم كتزيدوا. في هذه المرحله هذه انا باقي ما زدتش الدهون. هنايا ملي غادي نعملوا في الترموميكس غادي نبقى نعمل شويه بشويه، وانا كنضيف شويه ديال الزيت ديال الزنجلان، شويه ديال الخليط ديال الزبده والعسل حره. وتان الاخر مره ذقت وشفت واش باقي خصو الحلاوه. يعني العسل ديال ميركادونا ديك خليتها هي الاخر. ضفت الكميه ديال الزبده مع العسل الحره هي الاولى، هذيك مهمه عندي ضروريه. دخلت ديك الكميه كامله يعني 4 كيلو تقريبا نقولوا واحد 5 الملاعق ديال العسل الحره حتى 6 ديال الملاعق. وبديت كنضيف شويه الزيت ديال السمسم. بالنسبه لزيت السمسم هذيك القنينه ما كانتش عندي ممتلئه، لانني خدمت بها المعسلات وخدمت بها شباكيه، وهي فيها 250 مليلتر، يعني تقريبا كان فيها واحد 125 مليلتر، يعني كاس ماشي عامر ديال زيت السمسم، اللي بطبيعه الحال ممكن تعوضوها بزيت الزيتون تكون خفيفه، اولا اذا ما كانش عندكم مشكل صحي ومن ناحيه ديال يعني واش يكون الصفوف صحي او لا تقدروا تعملوا زيت نباتيه من الاختيار ديالكم وعلى حسب القدره ديالكم حبيباتي. المهم بالنسبه للدهون نتوما الا كنا الاختيار غير هو، انا كنصحكم اذا بغيتوا الصفوف يجي مزيون ضروري تعملوه بالزبده وشي زيت اللي تكون مزيونه، وهذيك الزيت خليوها حتى الاخر، يعني ضيفوها حتى الاخر وشوفوا وطحنوا مزيان. هنايا كيف ما كتشوفوا معايا خدمته على مراحل وتعلق لي وجا غزال ما شاء الله. ودروري هو في هذه اللحظه في هذه الحاله عفوا ما يمكنناش ناكلوه لان مدعوق مزيان ومطحون مزيان، فضروري خصنا شي قرمشه من الداخل، وكذلك حتى كيجي لذيذ اكثر. ضفت له هنايا عندي كميه ديال اللوز، ما تقيدوش بالمقادير. انا هنايا عندي تقريبا واحد نص كيلو ديال اللوز حمرته وهرمشته خليت هكذا يكون صحيح شويه. وبالنسبه للزنجلان عندي واحد زلافه كبيره ديال تقريبا 300 غرام ديال الزنجلان حتى هو محمص، وضروري كتطحنوه واحد شويه باش كتخرجوا النكهه ديالو، كتضيفوه هو الاخر. وهنايا الا كاين شي عضلات الا كان شي قوه بدنيه خدموها في هذه الحاله هذه. انا صراحه خدمته مزيان، وحتى ديك الطريقه ملي كتطحنوا المكونات الزرارع مع السكر كلاصي مع القرفه مع المنكهات كامله. الجوزه شفتوها معايا عملتها مع الزرارع حتى هي طحنتها معاهم. ضروري حكيكه ديال الجوزه كتزين صراحه وكتلذذ الصفوف.
وصافي طحنت كل شيء. هذيك العمليه كتخليكم يعني المكونات كتنسجم، يعني الطحين كيكون كامل مشرب ديك المكونات، فما كتحتاجوش انكم تبقاو تخلطوا بزاف. وعاد اذا طحنتوا يعني الفواكه الجافه طحنتوها سخونه وزيدتوها عاونتوها بالزيت اللي غادي تستعملوا، فهكذا كيطلق لكم زيت اكثر. وكذلك الزبده. وصراحه المذاق ديالو ما نقول لكمش، ان شاء الله تجربوه وتقولوا لي في التعليقات كيفاش جاكم. جا رائع، انتم كتشوفوا غير اللوين ديالو كيعطيكم الخبر مزيون بزاف، واحد النكهه مزيونه. وحتى ديك العلك الصحراوي صراحه مفيد بزاف للجهاز الهضمي وكيعاون في امتصاص الدهون والاستفاده منه. وعنده واحد الدور اخر في الجسم، هو انه كيرفع من الهرمون ديال السيروتونين، يعني هرمون السعاده، كيخليكم تحسوا بانكم ترانكيليسادوس وفرحانين. كتعملوا واحد الانفوسيون ديالهم، يعني كاس ديال الماء وكتعملوا واحد الحبيبه منه، هي كتكون شويه حبيبه كبيره بقد الحموصه، كتعملوها كتذوب وكتشربوها، كتحسوا براسكم يعني كتعطيو راسكم واحد الجرعه من هرمون ديال السعاده اللي محتاجينه كاملين بينا، خصوصا النساء في هذه العواشر وعلى طول السنه. وصافي حبيباتي، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. صفوف بكل تواضع، جا رائع، جا غزال. نتمنى ان شاء الله تقوموا بتطبيق الوصفه وتفرحوا بها وليداتكم وتستمتعوا بالطعم اللذيذ ديالها وكذلك المكونات. بالنسبه لي انا كيعجبني هكذا معلق. وانتم حبيباتي لا كنا الاختيار، يعني كتبقاو تضيفوا العسل حتى كتشوفوا، والماده الدهنيه حتى كتشوفوا القوام اللي كيعجبكم وكيعجب الاسر ديالكم. انا صراحه هكذا كيعجبني. وصافي حبيبتي، نتمنى نكون دائما عند حسن ظنكم، ونتلاقاكم فيديو مقبل بحول الله. مع السلامه ونهاركم سعيد.